إلى حقه في خلال شهر ونصف. يعني الإشكالية معلش يا دكتور، يعني تبغى عفوا تفهمنا أنه الإشكالية في وعي الموظفين أو المتقاضين وليس في إجراءات. يعني ما ذكر أنه حتى إجراءات التقاضي نفسها في مكتب العمل إجراءات، وحتى زحمة الملفات والقضايا وتقليص عدد القضاء والناس اللي يفصلوا في مثل هذه القضايا، هي ربما تكون هي المشكلة الأكبر أكثر من وعي المواطنين. الذي يحكم والوعي. نعم الذي يحكم هو أصلا الذي يحكم هو النظام. فإذا مدير مكتب العمل لم يطبق هذا النظام ففي مرجعية لكل مدراء مكاتب العمل. فأنا حقيقة المشكلة من شقين. نعم. الشق الأصلي والذي حقيقة نركز عليه ألا وهو سرعة التقاضي في مثل هذه الأمور. سرعة التقاضي في مثل وفي نص واضح في مثل هذا الأمر، سرعة التقاضي. مرسوم ملكي في هذا. نعم. جميل. في مرسوم ملكي نعم. وأيضا هناك المادة أكدت على هذا الشيء. فحقيقة هي الموضوع من شقين. فهذه رسالة حقيقة، يعني جزاكم الله خير أنكم يعني أتيتم بهذا الوضع، لأنه في آلاف من السعوديين. أنا حقيقة ما أبغى أعمم، تمام؟ نعم. ولكن كان من المفترض أنه يعلم ولو الشيء البسيط عن الأنظمة. طيب أسألك دكتور فؤاد أسألك سؤال أخير في نصف دقيقة أو حتى أقل. من المسؤول عن توعية الموظفين بمثل هذه المعلومات؟ على الأقل يكون عندهم زي ما قلت أنت في أي حال، يعني على الأقل مشكلة أرادوا الفصل، أحد فصلهم تعسفيا، يكونوا على الأقل يفهمون هذه المصطلحات. غياب الثقافة القانونية البسيطة، غياب الثقافة القانونية البسيطة، عدم العلم بالنظام لا يعفي من العقوبة. صحيح. فيجب العلم بهذا النظام حتى لا أخطئ في الطريق الصحيح والطريق السليم في الوصول إلى حقي. أنا أشكرك دكتور فؤاد سالم بن محفوظ رئيس لجنة المحامين مكة المكرمة، وأيضا محامي اللي تبرع حقيقة للإشراف على قضية أخونا الأستاذ عادل المحروقي. احنا طبعا نحاول الآن أنه نتواصل مع الإخوة في مكتب العمل في مكة المكرمة، نحاول نتواصل. حاولنا في الصباح والآن الشباب ما زالوا أيضا يحاولون مرة أخرى. أخونا عادل الآن يعني في جانب قانوني وما زال الإجراءات التقاضي فيه مستمرة، هناك مشاكل وملاحظات على البيروقراطية أو غيره، امتد الوضع صحيح. لكن السؤال الآن ليش اتخذت هذا القرار العجيب بالاعتصام بأثاث بيتك أمام مكتب العمل، وما فكرت خطوة إيجابية أنه والله لا أروح أبحث عن عمل في مكان آخر وأستمر في إجراءات التقاضي؟ هذا السؤال يطرح الآن. بالنسبة لي أني أبحث عن عمل آخر، هذه نقطة ممكن تحاججني بها الشركة بحكم التأمينات الاجتماعية. حكم لو اشتغلت في أي شركة أخرى ممكن بأي طريقة عن طريق محامي الشؤون القانونية في الشركة يبحث عن طريق السجل المدني، يجد أن هناك اشتراك خاص بعادل المحروقي في التأمينات الاجتماعية، فممكن الجلسة القادمة في الهيئة العليا لتسوية الخلافات في الرياض بكل سهولة يعني يحاججني عن النقطة هذه نقطة. النقطة الثانية النقطة الثانية أنا المفروض أقول النقطة الثانية أولا، النقطة الثانية أهم. أنا من يوم ما عملت في قطاع الخاص من فنادق 5 نجوم، أنا خبرتي كلها فنادق 5 نجوم في مكة وفي جدة، ما في يوم واحد إلا أتعرض فيه لضغط نفسي بسبب سواء من مدير مقيم أو من مدير سعودي. والسبب؟ ما أدري السبب. يعني اشمعنى عادل هو مش عادل لوحده، جميع الموظفين. طب لازم في أسباب. يعني ممكن تطلق عليها العنصرية. يعني إذا صدقنا في الجانب مقيم، طيب السعودي ليش عنصري؟ السعودي ممكن يعني بيعمل، احنا ماشيين معاك طبعا ما نؤيدك بس نحاول يعني لا بيعمل الشيء هذا إيه؟ مخافة على أن مثلا على مثلا كرسي إنه لا يضيع مثلا، يعني يخشى إنه قيادات شابة سعودية تطلع وتتصاعد هذا واحد. وثانيا عشان يضع يده بيد المقيم ليأخذ من يعني طيب إذا نتحدث عن تجارب خاصة، خلنا من هذه ما ندركها. أوكي. لكن السؤال معلش الآن يا عادل، وأيضا أخونا خالد سيشاركنا بعد قليل في جانب مهم أيضا في البعد القانوني، لكن يعني حقيقة إشكالية بالنسبة لك. يعني أبنائك الآن في هذه اللحظة نتكلم فيها، تتارك أبنائك وجالس أمام مكتب العمل، يعني حتى لو كان سيؤثر عليك بشكل أو بآخر أنه المحكمة أو التقاضي، لكن على الأقل ابحث عن عمل في أي مكان يا عادل،
وهنا مشكلة الآن، من يصرف على أبنائك؟ أنا يعني قررت إني ما أعمل في قطاع خاص. قطاع خاص أول شيء ما له أمان وظيفي، هذه نقطة. ثاني شيء حواجه نفس المشكلة اللي واجهتها. احنا ما نبغاك تروج هذا. لا أنا ما أروج. نشتغل في قطاع خاص. لا يعني أنا ما أروج. أنا ما أروج. لا تخوف الناس. أنا ما أروج. أنا يعني أتحدث الحقيقة إن شاء الله. وهذا الشيء اللي عانيته أنا كثير في القطاع الخاص. طيب حدثني عن الوضع الآن. الوضع الآن مأساوي جدا. الوضع أنه بعد إطالة المدة أكثر من اللازم، 6 جلسات في مكتب العمل والعمال من قسم الدعاوي إلى الهيئة الابتدائية، حكموا حكم غيابي ابتدائي قابل للاستئناف. الشركة رغم تبلغها بذلك لم تحضر ولا جلسة. للأسف النظام يسمح للشركة الاستئناف. طيب الشركة ما احترمت النظام. طيب الشركة معلش، مدير الموارد البشرية في الشركة يعني احترم النظام وجاء وقال لك تفضل عندي اشتغل بنفس مميزاتك في الرياض. لم يحصل الشيء هذا. هذا حسب كلامه. لم يحصل شيء في خطاب رسمي. لا ما في علينا. إذا الكلام ما عليه جمرك. لم يحصل الكلام. ما صار هذا الكلام. ما صار الكلام. طيب الآن حدثني، معلش أعود إليك. فضل. حدثني، اترك لي جانب التقاضي الآن. تمام. أسرتك يا عادل إيش اللي حاصل في بالضبط؟ أسرتي إنه حصل أول شيء طبعا بسبب المشكلة اللي أنا فيها، طلاق، ثم رجوع، ثم مكوث حوالي 3 أشهر. بعدين رجعت الزوجة مع أبنائي ورجعت لبيت أهلها بسبب التوقف عن العمل. تمام، هذه نقطة. بعد ذلك ترتبت عليها حاجة ثانية. صاحب العمارة وصاحب الشقة بحكم أنه أنا كنت أتأخر عليه على الإيجارات، فضجر الرجل ومعاه حق، أنا ما ألومه طبعا. عمل لي إخلاء شقة عن طريق قسم الشرطة، طلب أول، طلب ثاني، وطلب ثالث. فشفت الحالة يعني. هذا اللي خلاك تحط أثاثك بهذه الطريقة أمام مكتب العمل يعني؟ طبعا يعني ما لقيت فرصة. غرفة نوم أطفالك ما لقيت فرصة غير كذا حتى تحل قضيتي، لأنه تعبت، نفسيتي تعبت. يعني أحيانا كنت أحس بآلام في منطقة القلب، في منطقة الرقبة، ممكن تجيني جلطة في أي لحظة. تواصلت مع أبنائك قريب ولا؟ للأسف، لأنه نفسيتي لا تسمح. وهذا كله يتحملوه مين؟ يتحملوه الشركة والأخوان اللي شغالين في الشركة. يعني أنا ابن الشركة، ليش يعملوا فيها كذا؟ يعني هذا اللي أنا مستغرب منه. يعني مدير الموارد البشرية يعني كان يمكن مثل أخي وأكثر، لكن فجأة. طيب إيش عامل الآن في مكان الاعتصام؟ الأكل، الشرب، النوم، الأكل بالنسبة للأكل يعني سألتني سؤال مهم. الأكل سمعنا في البداية أنك أضربت. أنا أضربت في البداية، لكن من ثاني يوم صار موقف محرج مع الجيران اللي أمام مكتب العمل، بحكم أنهم شافوا المنظر غريب، مأساة المنظر ومنظر غريب فقدموا لي وجبة غداء. حتى كان ابن عمتي كان قاعد معايا وقتها، فبيقول يعني أحرجتنا. قلت له بالعكس جزاهم الله خير، بس الآن أنا اللي وضعت في موقف محرج. يعني أنا ودي أضرب عن الطعام، بس ما ودي أرجع لهم الوجبة هذه. جزاهم الله خير. فجزاهم الله خير والحمد لله. يعني ما توقفت عن الإضراب؟ ما في إضراب؟ لا توقفت عن الإضراب، نعم. بعدين في شخص نصحني، قال لي الإضراب يعني ما حضر إلا نفسك وصحتك، لكن هذا ما يمنع أن صحتي الآن تضررت. يعني تخيل كل يوم مواطن سعودي ينام على الرصيف. تقصد أنه يفصل، يعني يفصل بهذا فصل تعسفي وينام على الرصيف. طيب أنا خلني أنتقل لخالد. أستاذ خالد، يعني إذا كان هذه